ايه علاقه الذهب بحلاوه المولد؟ عايز اقول لك كل سنه زي دلوقتي بروح اجيب حلاوه المولد، بس عمري ما سالت نفسي ايه علاقه الفوليه والسمسميه والبندقيه بمولد النبوي. تصدق صح؟ استنى كده ادور على الحوار ده. بص يا سيدي، بيقول لك بقى الفاطميين هم من اول ما احتفلوا بذكرى المولد. من الاخر يعني الفاطميين من اول الناس اللي احتفلوا بمولد النبوي، وكان في الاحتفال بتاعهم بيوزعوا حلويات. اشمعنى بقى حلويات؟ عشان الحلويات بتفرز هرمون السعاده، تخليك مبسوط، فتقريبا مفيش اجمد من كده حدث مولد النبوي الشريف يوزعوا حلويات يخلوا الناس كلها مبسوطه. ده التاريخ والماضي واللي فات، اما ده الواقع بقى. عايز اقول لك بقى اللي ما بيحبش الفرهده ويجي يشتري بنفسه، هوب سكالوب من الموبايل، تطلب من الابلكيشن يجي لك في اي حته وانت قاعد. عايز اقول لك بقى انا ليه بحب الفرهده وليه بحب اجي، عشان اشوف الاوبشنز والمعروض والاسعار والكلام ده كله. باختصار بقى انا ليه اخترت العبد؟ راجل من فرع صغير في وسط البلد، فاتح من السبعينات، دلوقتي 13 فرع، اوبشنز، كواليتي، اسعار، الحاجات دي كلها. فيلا بينا شوف اطلب ايه. عندهم 7 علب من الصغيره للكبيره، فتعالى نبتدي بالصغيره ب 90 جنيه. تقريبا دي اصغر حاجه. فيها ايه بقى؟ ايه ده؟ دي الاوبشنز اللي فيها. والله الاوبشنز حلوه. اللي دي حمام. ايه اللي دي حمام دي؟ انا عاجبني قوي الباكنج الصراحه، تفاصيل صغيره كده، بحس ان هي مدينا اهتمامها ونظافتها. كل بيس ملفوفه لوحدها. نخش بقى على اللي بعدها ب 130 جنيه، اكبر سيكه، اوبشنز اكتر، فيها ملبن، فيها حاجات بقى ايه، في حاجات كتير بقى، ملبن، فوليه، سمسميه، الاوبشنز اكتر. تعال نخش على اللي بعده بقى. كل ما بنعلى اوبشنز بتكتر. دي ب 190 جنيه. بص بقى كبرنا شويه يعني اتطورنا علينا شويه، بس خدنا قصادها الصراحه. تفاصيل جامده وسعرها حلو. 190 جنيه. اللي بعدها ب 300 جنيه. تحس ان متلاقيه 190 جنيه 300 جنيه، لا انت في فرق باين. نعلى شويه بقى، خش في اللي بعده. دي ب 540 ودي ب 400. لا دي ب 400. تعال نخش من 400. بص بقى يا جماعه تفاصيلها. بص في بايت صغيره دي، في اللي فاتوا دول ما شفتش الحاجات الصغيره دي. دي حاجات تتنقنق تقريبا. حتى حلاوه المولد بقى فيها حاجات تتنقنق. خش بقى اللي بعدها ب 540 جنيه. طبعا دي ده تصور بيها دي لا حلو. دي مش نمبر 1، ده في نمبر 1. كل دي مش نمبر 1، هي دي نمبر 1. دي تقريبا تفوز بكل حاجه. كل حاجه هنا موجوده هنا تقريبا. 700 جنيه. حاجات صغيره البايتس اهي، اصناف كتيره، حاجات صغيره، حاجات كبيره، ملبن، فوليه، سمسميه، لذيذه حمام. لا ما اعرفش ايه، قولوا لي في الكومنتس ايه لذيذه حمام دي الصراحه. انا عمري ما اكلتها ولا شفتها الصراحه. تقريبا هجيب دي. 700 جنيه فيها كل الاوبشنز لعيلتي. تعالى بقى نتمشى كده نشوف الباقي. اوبا اوبا اوبا، الليفل بيعلى. ها ده تري خشب مرصوص فيه نفس الحاجات دي بس بطريقه اشيك. تري خشب شكله حلو. انا ابتديت اشك. انا عيلتي لو شافت دي هتقول ايه اللي جايبه لنا ده؟ عامل نفسه عبيط. خش على بعض. الله الله الله، ده في دراج وكلام كتير. بص دي. احنا كده دخلنا في التقيل والتقيل قوي. ب 1500 جنيه. علبه فيها درجين تقريبا. دي اعلى حاجه، ما فيش اعلى من كده. ممكن يكون في اعلى من كده، بس ثواني اسال كده لو سمحت. هو في اعلى من دي؟ دي اغلى حاجه ولا في اعلى منها؟ لا في طبعا. في عندي لو حضرتك عايز حجم طبيعي اكبر، في عندي ديت عامله 1950. اوبا. بص يا فندم. اوبا اوبا اوبا، ده كلام تاني. ايه ده؟ ده كله درجه حاجه لوحدها. درجه فوليه وسمسميه ودرجه ملبن. درج ملبن، في عندنا درج دوت البسيمه والدوميه واللذيذه وملبن البندق والجيلي والحمام والملبن الفستق. انا شكلي هشيل دي عشان اكيد بعد ما شفت دي ملهاش لازمه بالنسبه لي. لا ده كلام تاني ده. والله الصراحه 1950 على كل المهرجان ده، لا تستاهل. القطع اللي فيها قيمه قطع وخلاص. يعني فيها حاجات مش موجوده في العلب الثانيه اصلا. بالظبط. يعني دي مش موجوده في اي علب ام 700 ولا اللي فاتوا دول كلهم. دول موجوده فيهم الميني، لكن أوكي. دي موجوده فيها بحجمها الطبيعي 8 قطع. لا تستاهل، شايفها تستاهل الصراحه. الراجل عمال يقول لي ايه في اوبشنز وفي حاجات ثانيه احلى واحلى، وانا الصراحه كل ما امشي خطوه الاقي اشوف حاجه اجمد واجمد. تهت الصراحه. فانا هشيل دي على جنب واخد لفتي عشان اختار صح. اهو يا عم اتفرج. علبه معدن عليها عروسه المولد زمان كان عروسه المولد بتبقى لوحدها 850 جنيه. والله سعرها حلو. علبه معدن فيها الاوبشنز دي، حلو والله. ده كان اساسي في اي بيت مصري. دي العلبه دي جوه ايه؟ خيط وابره وهوب سكالوب. اما هنا حلاوه المولد دي الاصليه. كلام تاني برضو. علبه اكبر من ال 700 اللي فاتت، 860 جنيه. اكيد اوبشنز اكتر، اكيد جمدان اكتر. بس انا بالنسبه لي انا عايز علبه ما فيهاش ملبن، عايز سمسميه وفوليه اكتر. انا عايز حاجه ليا تفصيل الصراحه. عارف اعمل ايه؟ استاذنك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ بقول لك بص انا تهت الصراحه. العلب جامده وفي اوبشنز كتيره وكل حاجه، بس انا عايز علبه يعني تكون فيها مثلا ما فيهاش ملبن كتير، فيها سمسميه فوليه، يعني اخر حاجات معينه انا عايزها بحبها وفي حاجات ثانيه ما بحبهاش. فقول لي اعمل ايه بقى؟ ممكن تكون انت تهت، لان احنا حاطين كذا حاجه ان انت مثلا لو هتروح هدايا اوكي ندي هديه لحد، فاخد العلب دي. فبناخد العلب دي. اوكي، حسب بقى الفلوس، حسب الكميه وحسب الاوبشنز الموجوده. بالظبط. وفي ناس هيهمها شكل العلبه اكتر من المحتوى، لان زي الخشب دي وزي المعدن، زي الفضي وزي المعدن وزي الخضره. اما لو حضرتك حابب حاجه للبيت عندك ده اللي انا عايزه بقى، فهتبقى بتاخد الحاجات اللي انت عايز تاخدها. اعمل ايه بقى؟ هناخد الباسكت ده. اتفضل معانا. معاك. مستر جالي وقال لي خد الباسكت وتعالى بقى اوريك ايه تختار ايه حسب مزاجك. دي بقى بيسز بقى حسب ما انا عايز، صح؟ حضرتك هتاخد جوله هتلاقي كل الحاجه اللي هي بتبقى الاساس بتاعت. انت شكلك ايه؟ هتسيبني اعيش هنا بقى الصراحه. انا براحتي هنا بقى اعيش. انا عايز ايه؟ انت كده وجهتني صح، تسلم شكرا. الراجل كتر خيره ووجهني صح، وداني في الحته اللي انا بتاعتي بقى. عايز اختار براحتي فوليه سمسميه، اكستمايز العلبه زي ما انا عايز. لا ده في ميكس ابن لذين، عاجبني قوي حوار السمسميه بايتس دي. هوب سكالوب، واحده تتنقنق في الثانيه في الثالثه. اللي بعده فوليه بايتس اهي حمصيه.
سوداني مشكل. دي اللي كانت في العلبه الكبيره. قال لك في علب مش موجوده فيها، فانا اجيب له واحده احسن الصراحه. جامده دي. طبق مشكل صوابع. بص كده تعالى، انا عملت ميكس بقى ما بين كل حاجه، فوليه وسمسميه وحمصيه في علبه واحده. ملبن بعين الجمل. نرجع تاني للنواشف. دي حمصيه، دي تاني يوم على طول تروح على دكتور السنان عشان ايه؟ تظبط الكلام، عشان دي هتظبطك ظبطه حلوه قوي. او كوستر بقى، حط عليها شاي نسكافيه، بس انا ماليش فيها. قرص حمص مسكر، متفصص كده ومسكر جامد. ده لوز اللوز جامد. ملبن بايت الصغيره كده جامد. جيلي فواكه، ده بحسه للاطفال، ده مش لينا الصراحه. حاجات الوانها حلوه، ممكن اجيب واحد مش هيخسر. مشمشيه جوز هند، شكلها جامد والله. مش عارف هي ليها علاقه بحلاوه المولد ولا لا، بس هي شكلها حلو ومعاها الاجواء، فانا هجيبها الصراحه. ميني مشبك، دي مش علبه كاستمايز، ده شوال كاستمايز. ده شكلمه قشطه بالزبيب، ماليش فيها دي، شكلها حلو. ايه ده شكلمه مش شكلطه. الله، ده انا دي شكلمه ساده، دي شكلمه مش شكلطه. والله العظيم العبد ده دماغ. انا حاسس الموضوع كبر قوي مني، بس هختم بحاجتين الصراحه، بسيما بندق ونوجا بندق. اظن كده كفايه. والعبد بقى ما يتوصاش بقى. حلويات شرقيه، تورت ايس كريم، تورت عاديه، جاتوه ملفيه. يلا حاسس يلا. سلام قشطه. وانت طيب. حاجات كتير ما جربتهاش زي القشطه. بس انا كده الحاجات اللي بحبها، يعني دي الحاجات اللي بحبها. عارف ان في اوبشنز ثانيه، بس دي معظم الحاجات اللي انا بحبها. شكله مغري وهو بيتحضر كده قدامك الصراحه، بس انا كنت متخيل انها تيجي في بوكس كبير، في علبه كبيره، وهدفع كتير. لا، والبوكس صغير خليني مطمن ان انا هدفع ايه في المعقول. لما تيجي هنا وتعيش الاجواء دي هتتبسط. اختيار موفق. حضرتك ممكن تكسب جنيه ذهب. لا ثانيه، ممكن اكسب ايه؟ ثواني، ممكن اكسب ايه؟ حضرتك يا فندم ممكن تكسب جنيه ذهب لو اشتريت اي بوكس من البوكسات الجاهزه وتصورته قدام الفرع جنب الباد دروب. اوبا، هي دي بقى علاقه الجنيه الدهب بالعبد، حلاوه المولد. قفل دي عادي، بس ثانيه واحده وجاي لك تاني. ثانيه بس، انا نسيت بابا وماما. انا جبت البيتي ونسيت الاهم شيء، بابا وماما. فاجيب لهم العلبه رقم 1 اللي هي عجبتني اول حاجه دي العلبه رقم 1 بقى، اللي فيها كل حاجه تقريبا. ملبن، فوليه، سمسميه، جديده حمام اللي ما اعرفش ايه هي دي اصلا، حمصيه. لا هي دي، يلا بينا. زود دي كمان. هي دي بكام؟ اللي هي بقى الكاستمايز اللي انا على مزاجي. ديت عامله 800. حلو قوي. 16 قطعه، كل قطعه بحجم الصاروخ. 800 جنيه فيها 16 قطعه، تقريبا وزنها اكتر من 2 كيلو ونص تقريبا، صح كده؟ اختيار موفق والله. علبه على مزاجي 800 جنيه 16 قطعه، وزي ما انا عايز، مع العلبه بتاعت بابا وماما كانت 10. صورت العبد. شكرا. وزي ما انتم ما سمعتوا بالظبط، العبد هو اللي ربط الذهب بحلاوه المولد. لما تشتري اي علبه من حلاوه المولد وتتصور قدام الباك دروب اللي موجود قدام كل فرع، ساعتها هتكسب جنيه ذهب. وشروط المسابقه بالظبط موجوده في الديسكربشن. ما تنساش بقى تعمل لايك وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك وتشتري حلاوه المولد. كل سنه وانتم طيبين بقى. سلام.